So can we just slow down? أول ركلة سينفذها محمد صلاح. أول ركلة سينفذها محمد صلاح. تصدي غير عادي، حارس كألف. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. الركلة الثانية، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. ثم اللاعب الثاني، ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. بدال انه لا يوجد مشاكل عند هذا الحارس، تألق مرة أخرى. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. رابع لاعب في ترتيب المسددين، والكرة إلى الجانب الأيمن. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. مصر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. مصر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وسجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ضربة مذهلة. الشناوي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. الآن الدور على اللاعب السادس، يلعبها في الجانب الأيمن. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. أنهت هذه الركلة المباراة. مصر فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة، نجح الفريق في الانتصار في النهاية بركلات الترجيح.